السلام عليكم. انا من حوالي 3 ايام كده نزلت فيديو بيتكلم على تفجير الكنيستين بمدينه اسكندريه وطنطا، وكنت بتكلم على السبب الرئيسي في الحوار ده، وكنت بتكلم على ان الناس كلها متساويه، وان الناس لازم نتعامل معاها على اساس انها انسان، وان العقيده دي حاجه تخص ان الشخص نفسه، واننا لازم نعرف ان احنا الدعوه على النصارى او غيره او انشاء بذره الكره في المجتمع باسم الدين ده بيؤدي الى التفجيرات اللي احنا شفناها. طبعا اي حد بيشوف فيديو ده بيكون في نوعين. النوع الاولاني اللي هو الشخص اللي بيمثل واللي مش عايز يعترف بالحقيقه دي. الشخص التاني وده غالبا اللي موجود هيبدا يقول لك زي ما كنت توقعت وحصل، انت نصراني، انت علماني، او انك مثلا الكلام كله بتقوله غلط والناس مش متساويه. تعالوا نشوف اول تعليق من واحد بيكتبه عشان اعرفكم الحقيقه اللي احنا بننكرها، ان المجتمعات متربيه على الكره والحقد والجهل والتوجيه باسم الدين في قتل الاخرين، وان بالنسبه له حاجه عاديه. اول واحد بيرد عليا اهو بيقول لي: اما سمعت عن جرائم الكفار البوذيين في بورما وافريقيا وفي كل مكان؟ اما سمعت عن جرائم النصارى المجرمين في افريقيا الوسطى؟ اما سمعت عن جرائم النصارى من الامريكان والبريطانيين والفرنسيين، مش عارف فرنسيين، من قصف بالفسفور الابيض وجميع انواع الصواريخ في الموصل والرقه؟ اما وصلك جرائم اليهود الغاصبين؟ اما انك تشاهد بعين واحده شكلك نصراني هذا ظاهر؟ اقول لك: لكل فعل رد فعل مساوي له في القدوه والشده، اما اعلام المسلمين فهو مأجور للنصارى. الكلام ده طبعا هما بيقولوه في كل حته في كل مكان عشان خاطر ايه؟ يبرر لك القتل، وبالنسبه له القتل ده حاجه عاديه. في ده ناس كتير هتقول الكلام ده. تمام؟ تعال بقى نرد عليه واحد واحد كده بالراحه. اولا بيقول لك جرائم البوذي. يعني تعال نفصل كده واحده واحده عشان الراجل ده جاهل اصلا. يعني اولا الغرب ليس نصراني عشان تبقى فاهمين. يعني الغرب هو غرب علماني، والاستاذ ده واضح ان هو استاذ ايه، يعني انا بقول له استاذ. الشخص ده شكله ما قراش اصلا ان حصلت ثوره كبيره جدا في الغرب ضد المسيحيه. المسيحيه كانت زي ما احنا شفنا قبل كده محاكم التفتيش وغيره وغيره، ومن القهر الديني للناس اللي عايشين، من القهر الديني وغيره، وده ادى بالثوره طبعا في الغرب ضد المسيحيه عموما. وهم صحيح في الاصل احنا ممكن نقول عليهم مسيحيين كديانه، لكن تعاملهم مع الاشخاص زي ما قلت هو تعامل زي ما قلنا عايشين في دوله واحده. كل الاشخاص سواء مسلمين مسيحيين اقباط يهود بطيخ كلهم ليهم نفس الحقوق. وتقدر تسال اي واحد عايش في اوروبا بره سواء باختلاف ديانته، هل انت بتلاحظ فرق في التعامل الدوله ضدك؟ الاجابه القطعيه هل لا. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي: الغرب زي ما بيقولوا كده داخل حرب ضد الاسلام، صح؟ ايوه حرب ضد الاسلام. طبعا بيسمعها في خطب وفي حاجات كده تتقال. هل عمرك سمعت مثلا في اوروبا حرق مسجد؟ انت في اوروبا موجود اهو او في امريكا، سمعت ان مسجد اتحرق في امريكا او في اوروبا؟ سمعت مسجد اتحرق؟ لا، ما سمعناش مسجد اتحرق. طب ليه؟ دول هم اصلا لو كانوا كارهين للمسلمين ما كانوا مشوهم بره من الاول. من عشرات السنين هجروا المسلمين الموجودين فيهم، او المسلمين ارغموهم من غصب عنهم على انهم يتنصروا، او من الحاجات الكبيره اللي موجوده. لكن لان هم مجتمعات بتحافظ على حقوق الانسان، طبعا الاخ ما يعرفهاش، فهم بالنسبه لهم الدين وشخصيتك انت وعقيدتك دي حاجه تخصك، لكن مشكلتهم بس مع السلوك تجاه المجتمع. حد هيقول لك سؤال مهم جدا وده الاخ ما يعرفوش برضه: هي بريطانيا كانت محتله مصر كام سنه؟ كام سنه؟ كتير، 80 سنه. عمرك سمعت ان بريطانيا اللي هي احتلت مصر تدخلت في يوم من الايام وحاربت الدين الاسلام العظيم داخل مصر؟ هدمت مساجد؟ انت عمرك سمعت عن تهديم مساجد موجود في العصر الاحتلال البريطاني؟ في فرنسا مثلا هدموا المساجد في الفرنسيين ودخلوا حرب ضد الدين وقالوا لا بقى لازم نكفر الناس. 80 سنه بقى عمرنا ما سمعنا على الكلام ده. طب ايه امال ايه اللي بيحصل يا باشا؟ في حاجه اسمها الدوله. دلوقتي الدول في العالم اسمها دول باختلاف مصالحها
وباختلاف ارائها وباختلاف تطلعاتها بغض النظر عن الدين بتاعها او العقيده بتاعتها. ممكن بريطانيا تحارب فرنسا زي ما شفنا، او فرنسا تحارب المانيا او غيره او غيره. ده بيختلف على المصالح الاساسيه اللي توجد بين الدول، ملهاش علاقه بقى لا بالدين ولا علاقه بتاع. هو الاختلاف الاساسي هو اختلاف على المصالح. روسيا وامريكا ما هم الاثنين اصلا عندهم ديانات مختلفه، الاختلاف بتاعهم والحرب ما بينهم هي اختلاف ما بين الدول. العصر الحجري اللي انت عايش فيه ده من ايام العصور الوسطى ده انتهى، انت دلوقتي في عصر مختلف تماما. وده بيجرنا لحاجه، يعني الشخص ده عايش في زمن الخل اللي هو ايه، الحرب المسلمين ضد النصارى والكلام الهجص اللي موجود ده انتهى من العصور الوسطى. في حاجه دلوقتي اسمها دول، والدول بتحافظ على مصالحها. ممكن مصر تخش حرب ضد السودان على اساس ان اختلاف في المصالح او في الرؤى، او ممكن تخش حرب ضد ليبيا او غيره. طب تعال نتكلم بقى عن نقطه مهمه جدا اللي هي الصواريخ في الموصل والرقه اللي بيتكلم عليها. الدول الاوروبيه وامريكا ما يفرقش معاها الكلام اللي بتقول عليه ده، لكن يفرق معاها حاجه واحده، انك ما تجيش تضرها. عشان بس نقصر الموضوع، امريكا ساعدت اسامه بن لادن في الحرب ضد مين؟ ضد السوفييت وضد وامدت اسامه بن لادن اللي هو بتاع تنظيم القاعده بالاسلحه للحرب ضد السوفييت والحرب ضدهم. منين بقى كانت امريكا والنصارى بيمدوا المسلمين اللي هو اسامه بن لادن وغيره بالاسلحه عشان خاطر يحاربوا السوفييت؟ ومنين هم ضدهم؟ لكن اللي حصل ان اسامه بن لادن بعد ما دخلت امريكا العراق وغيره، بدا اسامه بن لادن يقول لك لا بقى، عمل نفسه امير المؤمنين والمسلم البتاع، وبدا يحارب في امريكا، بان امريكا سابته في بلده، سابته في افغانستان براحتك. حب بقى يعمل لك امير المؤمنين ويقول لك الاسلام ومش الاسلام، ويخش في حرب ضد امريكا، يدمرها ويضربها ويخش في صراع معاها على المصالح. امريكا ملاحظه الموضوع ده بدات تنفخ اهله، يعني انا بديك الاسلحه وبديك الحاجات وتروح انت جاي تضربني؟ انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ راحت ماسكاه، قامت حرب ضدهم ضد بعضهم. وبعدين بعد كده في الحرب واشتغل حرب، راحوا اسامه بن لادن والجماعه اللي معاه راحوا رايحين فين؟ رايحين امريكا، وضربوا مين؟ وضربوا برج التجاره العالمي، ودمروا برج التجاره العالمي حوالي 3000 واحد. تخيل بقى رد فعل الامريكان، انت قاعد في بلدك كده، رحت لدوله ثانيه تساعدها، اديته اسلحه واديته حاجات، راح الراجل جاي، راح بعد كده بعد ما اديته اسلحه واديته حاجات قال له انتوا كفار ولاد كلب، وراح جاي ضرب لك بيتك وضرب لك المنطقه اللي انت موجوده فيها. هيكون رد فعلك ايه؟ تخيل انت مثلا راجل مسلم قاعد في بلدك، رحت ساعدت شويه نصارى في بلد تاني، اديتهم اسلحه عشان يحاربوا، بعد ما هم بقى خدوا الاسلحه منك راحوا جايين وراحوا ايه؟ جايين ضاربينك وقاعدين يضربوا فيك. طب انا ساعدتكم يا ولاد الكلب، انتوا تضربوني؟ فهكذا هو التفكير بتاعهم بقى. فبدات تنجح حركه القاعده اللي انتوا شايفينها قدامكم دولت، اللي هم عالم متخلفه دولت. فامريكا ملاحظ ان هم بقى ايه، يعني عالم يعني مش تمام، بدات تستغلهم في حاجات في مصالحها، سواء في تفكيك الدول او سواء في زعزعه الامور، على اساس ان الدول اللي موجوده تبقى دول ضعيفه بسبب الجهله دولت، وفي نفس الوقت ايه، يستغلوهم في حاجات في مصالح ليهم استراتيجيه، وفي نفس الوقت يضربوهم. يعني مثلا لما في فرنسا مثلا بيتكلم على الاخ دي، اما انا قاعد في فرنسا وقاعد مستقنيص ولا ناس جايين ماسكين اسلحه وجايين يضربوني في وسط البلد اللي انا عايش فيها، تخيل بقى رد الفعل بتاعي ايه؟ او تخيل رد فعل المواطن الفرنسي العادي اللي ملوش علاقه باي حاجه وشايف واحد جاي يقول له الله اكبر روح قتله. ده هيكون رد فعله، هيحبك مثلا، هياخدك بالحضن مثلا، هقول لك لا انت حبيبي مثلا؟ ما هو يعني حاجه برضه غريبه يعني. فبالنسبه للاخ اللي مش فاهم حاجه عن البطيخ يقول لك القوه مساويه في القوه. قوه ايه يا ابن قوه ايه؟ بس عمال تقول لك قوه ومش قوه، انتوا اصلا لا عندكم قوه ولا عندكم بطيخ، لا عندكم طيارات، الاسلحه اللي معاكم دي كلها صناعه لا اما روسيه لا اما صناعه امريكيه. مفيش دوله اصلا يعني كل الاسلحه اللي انتوا جايبينها دي بتاعت دول تانية مش بتاعتكم. انتوا في الاخر وفي الاول مجموعه من الناس جهله، يعني اكتر من الجهله، لا عندكم علم ولا تعليم. الناس بيطلع بره الفضاء وانتوا بتتكلموا على جرائم مش عارف مين وجرائم مش عارف ايه. يا ابني ده انت مفيش طياره صنعينها اصلا، مفيش يعني السلاح اللي معاك ده اللي هو الكلاشينكوف اللي انت بتستخدمه ده اصلا صناعه روسيه، يعني مش صناعه اصلا. يقول لك اسلاميه ومش اسلاميه، اسلاميه يا عم الحاج؟
انت عمالين تضحكوا على الناس باسم الجهل وناس بتستغلكوا وبتاخدوا على قفاكوا وشويه ناس جهله مش فاهمين حاجه عن البطيخ. ده كله حوار. وتعالى بقى نتكلم دلوقتي النصارى انت بتتكلم عليهم والحرب مع امريكا والحرب مع فرنسا والكلام دول ناس في دول تانية. مال دولت ومال النصارى اللي عايشين عندنا في بلدنا؟ افهم انا بقى، دولت حاجه في دول تانية. وزي ما قلنا الدول ممكن تخش حرب مع بعضها بسبب اتصال. انت عاوز تخش حرب، خش حرب مع امريكا، خش حرب مع فرنسا. انما بتجمع النصارى على في في جموع الارض كلها عشان خاطر تيجي تقتلهم في مصر؟ طب ما تروح تقتلهم في بلدهم. يعني انا مش فاهم. وايه علاقه دي بالنصارى؟ انا قلت الموضوع كله موضوع علماني وموضوع اصلا انشاء الدول. عاوز تضرب اضرب الدول بتضربك، لكن مش معقول تسيب الدول بتضربك وتيجي تضرب في النصارى في مصر. يعني ده حاجه استخفاف بالعقل صراحه وجهل مركب. التاني بقى داخل يقول لي ايه انكم تقولون ان كل البشر متساوون عند ربنا، بل لا يستوون عند الله، بل الكفار لا يزنون جناح بعوضة. فيعني السؤال اللي بيطرح نفسه ايه علاقه ده بالموضوع؟ يعني مش فاهم. ايه لا يزنون جناح بعوض؟ نقتلهم مثلا؟ يعني ما خلاص بقى. يعني مش فاهم. يعني يقول لك ايه لا يزنون جناح بعوضة؟ طب هم لا يزنون جناح بعوضة يعني نعمل فيهم ايه؟ يعني نقتلهم مثلا او نعمل فيهم ايه؟ نسلم عليهم يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. يعني ما هم لا يزنون جناح بعوضة. طب هو يعني ايه خلاهم ليه مثلا؟ قال لك عشان يعبدوه. طيب ماشي يا عم الحاج، عشان يعبدوه. ايه علاقه ده بالقتل بقى؟ ما ده اللي بتكلم فيه. هو دلوقتي الموضوع كل واحد عقيدته يوم القيامه يتحاسب بقى. كل واحد يشوف بقى هو يخش النار يخش الجنه الكلام ده يوم القيامه. لكن تيجي تقتلهم؟ مش فاهم. انت دلوقتي لو يعني الموضوع يستحق ما كانش خلق ربنا بقى كفار ولا كلام زي ده. انما تيجي تقول لي لا يزنون جناح بعوضة، ده حاجه بقى في يوم القيامه. انما احنا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده دلوقتي انت عايز ايه؟ يعني عايز نقتلهم مثلا؟ كل الناس متساويه في الحقوق وفي الواجبات في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. عند ربنا يوم القيامه ده عقيدتك تخصك. يعني ربنا هيولع فيهم، هيدخلهم الجنه، هيدخلهم النار، دي حاجه تخصهم برضه. لكن في الاخر وفي الاول انت عايش في مجتمع واحد، كل المجتمعات متساويه في الحقوق وفي الواجبات. ده الاسس الاساسيه اللي مبني عليها. لو حضرتك تقبل ان غير كده عادي، يبقى الراجل اللي اسمه ترامب ده صراحه يبقى راجل رحيم بقى. اما انت شايف ان هم دلوقتي انك لازم تفرق، يبقى المجتمعات الاوروبيه كمان لازم تفرق. لو انت شايف ان هم النصارى دول مثلا 60 في 70، فانت بقى من المجتمعات الاوروبيه تمنع عنك التسليح وتمنع عنك الفلوس وتمنع عنك العلم وما تدكش اي حاجه وتسيبك عايش في القرون الوسطى، يبقى هم معاهم حق. ما افكروا يعني دول. انا مش فاهم. السلاح اللي انت بتستخدمه الموبايل ده مصنوع في فين؟ بره. مصنوع من النصارى. اللابتوب ده مصنوع في النصارى. البروجرام اللي قدامك ده مصنوع في النصارى. هم يمنعوا عنك كل الكلام ده ويسيبك عايش في العصور الوسطى، هتبقى فرحان؟ كل الناس متساويه في الحقوق وكل الناس متساويه في الواجبات. ومش يعني كل الانسان احنا المفروض نعامل الشخص على اساس انه انسان بغض النظر عن دينه او اعتقاده. والاختلاف بتاعنا في التعامل مع الشخص نفسه هو السلوك اللي يظهره، مش تحكم على الشخص بالتفاعل العنصريه بالطريقه الغريبه دي.